السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الأستاذ محمد الميغودي، أستغل فرصة وجود أستاذ محمد الميغودي وقبل أن أبدأ الحديث عن هذه المجموعة فقط أستاذ، لأنه قيل الكثير خاصة في المواقع الاجتماعية عن عقوبات منتظرة بالنسبة لنهائي كأس الأمم الإفريقية، وشاهدنا حتى عقوبات وهمية في المواقع الاجتماعية. لا ندري إلى أين وصل هذا الملف، ملف نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال. اولا عزيزي هيكل، دعني ارحب بكل الاخوه في برنامج الكره العربيه، ودعني اؤكد لك بان يوم السبت يوم الاحد كان من المتوقع ان تكون هناك جلسه للاستماع الى كل اطراف نهائي كاس افريقيا للامم، الا ان الاخوه، وانا اسطر على كلمه الاخوه، في السنغال طلبوا التاجيل، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها أيضا طرف وافقت على التأجيل. لحد الآن لم يتم الاستماع إلى أي طرف، لحد الآن ليس هناك أي قرار، لحد الآن ليست هناك أي عقوبة، ولنا ثقة أيضا في مؤسسات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم، ولو في المستقبل. الأساس في كل هذا الأمر لحد الآن لم يتم الاستماع بشكل رسمي لأي طرف في لقاء النهاية. لديك الثقة في المؤسسات أستاذ محمد الميغودي، خاصة بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؟ لا، في الاتحاد الدولي، قلت المؤسسات ولم أقل مؤسسة الكاف. لا، أنت قلت المؤسسات، بمعنى الاتحاد الافريقي وبعده الاتحاد الدولي لكرة القدم. أنت قلت الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، لهذا رجعت لك يعني فقط حتى نوضحوا الصورة من البداية. وعلى فكرة أنت باعتبار أنك سطرت على الأخوة، أي في إطار الأخوة عفى الله عما سلف وتنتهي الأمر، ما هو في إطار الأخوة، لأنك أنت سطرت على الأخوة يعني. لا، حتى في الأخوات الاحتكام إلى المؤسسات ليست عيبا عزيزي هيكل، وتدعيم المؤسسات واحترامها القانون وأيضا الانضباط إلى القانون لا يفسد للأخوة أي شيء، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر يسير في هذا الاتجاه. اليوم كان هناك لقاء بالمغرب على أعلى مستوى بين الإخوة في السنغال وبين الإخوة في المغرب على أعلى مستوى جدا جدا، وبالتالي أنهم سطروا على أن ما وقع في كرة القدم لا يمكن أن يؤثر على هذه العلاقة، والحمد لله نحمد الله على أن هذه الأخوة تكلمنا عنها حتى في عز أزمة مواقع التواصل الاجتماعي. طبيعي، ما حصل في مباراة كرة قدم لا يجب أن يؤثر على العلاقة بين الدولتين، بين المغرب والسنغال. تبقى علاقة أخوية الحقيقة، وفي علاقة كبيرة على كل المستويات بين المغرب والسنغال.